بصوا يا جماعه، الراجل المحترم ده كده بيقول ايه؟ يلا يا شباب، اللي عايز يشتغل يجي ياخد مني اللي هو عايز يصوره ويعمل اعلانات على النت ويشتغل. ما تتكلش على ابوك ابدا في اي حاجه، مش هيعيش لك طول العمر. ربنا يديله الصحه وطول العمر يا رب. بس ما تنامش في البيت وتقول ايه ربنا يبعت لي الشغل. احنا عندنا اكتر من 20 مليون مغترب جايين من بره شغالين في بلدنا وناجحين. لازم تنزل كده وتتحرك يا حبيبي. ده ربنا قال لستنا مريم وإذ اليه بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيه فكلي واشربي وقري عينه. خد بالاسباب. عملانا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عرض النهارده عن السماعات والصباط للشباب. يجي ياخد الاسعار ويصور ويعمل اعلانات على النت ويشتغل يتحرك. بس عندنا كل سنه وحضراتكم طيبين. والله يا جماعه انا بشفق على الشباب بتاعنا، لان فعلا يعني المفروض ينزل ويبحث عن شغل. مالكش دعوه بوالدك خالص، ولا تقول له هات يا بابا، ولا ما روح يا بابا، ولا اعمل كفايه بابا اللي بيشوفه في الشارع واللي بيشوفه في شغله ومصاريف البيت والالتزامات. رجاء اللي عايز مني اي حاجه يجي يا جماعه يبدا مشروع. انت الموبايل في ايدك، بدل ما انت قاعد طول الليل سهران عليه 24 ساعه ما بتعملش حاجه، تعالى صور واعمل اعلان وهديك بسعر الجمله. وربنا يكرمك يا سيدي، ربنا يكرمك. بس انت توكل على الله. عايزين الدنيا كده تبقى كويسه والناس تشتغل. ما يعني ربنا ما يحوج حد لحد يا رب. انا مأيدك في كل فكره حضرتك بتقولها، اقسم بالله العظيم. انت راجل محترم، راجل محترم، راجل محترم، وزيك زي والدي بالظبط. بتحب الخير لعيالك ومعتبر الشباب الصغير عيالك، بعيدا عن فكره التسويق. بس الفكره جميله جدا وممتازه، ويا ريت الناس كلها تعملها.